كان في دايما معضلة عند بعض الناس وأغلب الفلاسفة على ما أعتقد، وهي مين المجرم الحقيقي؟ هل هو المحرض على الجريمة ولا ارتكب الجريمة ذات نفسها؟ هل فساد الأبناء جريمة يعاقب عليها الأبناء ولا لازم يتحمل تبعاتها الآباء، ولا هي مشاركة بين الاتنين؟ وهل المثل القائل الاعتراف سيد الأدلة مثل صحيح وحقيقي ولا في حاجات أكبر من كده بكتير؟ اللي هنعرفه في فيلمنا النهاردة The Last Client، العميل الأخير. فقبل ما نبدأ ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وباقي الحاجات اللي بتكسلوا تعملوها دي، ويلا بينا. فيلمنا بيبدأ مع أحد فتيات الليل وهي في الأسانسير وبتاخد دقيقة عياط على حياتها اللي راحت في ولا حاجة، وبتروح بعدها للمكان اللي ساكنة فيه واللي ممكن تقول انه مخزن مطعم، وبنلاقي واحد داخل عليها عشان ياخد الفلوس بتاعته، لكن طبعا ما كانش معاها، فبياخد الشنطة وبيطلع منها كل الفلوس وبياخد بعضه وبيمشي، وهي بتدخل الأوضة تندب حظها وتفكر هتجيب تاكل منين. بعد دقيقة بالظبط بتلاقي الباب بيخبط وبتلاقي في وشها واحد مقنع معاه حقنة، فبتقفل الباب في أسرع وقت وبتقعد تصوت، والراجل بتاعها ده بيسمع الصوت لكن ولا على باله. بعد شوية بتصحى وبتلاقي نفسها مربوطة، وبعدها المجرم بيشق بطنها حرفيا وبيطلع من جواها جنين لسه ما كملش اسبوعين تقريبا، ودي كانت المقدمة التشويقية للفيلم. بعدها بقى بنروح لسوزان واللي كانت دكتورة نفسية، وربما كمان تكون الدكتورة الأغلى في الدولة كلها في الفترة الحالية. في الوقت ده كانت في جلسة مع واحد من مديرين الشركات الكبيرة، ولما بتخلص بياخد باله من شنطتها، فبتعرفه انها كانت في ستوكهولم اليومين اللي فاتوا، فبياخد بعضه وبيمشي على طول، وهي بتقفل المكتب علشان تروح لبيتها وبتسلم على جارها اللي بتشوفه من الشباك كتير من المبنى المجاور، وهو بيرد لها السلام والدنيا زي الفل. وفي البيت بقى بتسلم على جوزها واللي بيقول لها ان الجاكيت بتاع بنتهم اتسرق، فبتطنش الموضوع اصلها تجيب غيره بسهوله يعني، وبتروح تقعد معاها، لكن البنت ما كانتش متربيه خالص وكانت مركزه في التاب بتاعها. في نفس الوقت بالليل وهي بتظبط شويه ورق للشغل بتسمع الاخبار وهي بتتكلم عن موت الست الحامل دي، وازاي ان المجرم طلع الجنين من بطنها والست ماتت من النزيف مش بسبب طعن او اعتداء، وازاي لقوا كمان جرايم مشابهه في ستوكهولم ومدينة تانية زيها. وبتقول كمان إن القاتل ساب رسالة على الحيطة بدم الضحية بتاعته، واللي كان مكتوب فيها: أنا أقع في أعماق الوحدة التي لا نهاية لها وليس هناك من يمسك بي. هنا سوزان بتستغرب من الجملة شوية وبتروح تدور في المفكرات بتاعتها القديمة، وبتلاقي إنها كاتبة نفس الجملة دي قبل كده. تاني يوم بقى بتطلع على الكلية علشان تدي محاضرة هناك، وبعدها بتاخد بعضها وبتطلع على المكتب علشان تقابل المريض الوحيد اللي كان موجود في اليوم ده. بتسلم على جارها كالعادة وبتسمع الراجل بيتكلم مع السكرتيرة بره واللي كان اسمه فرانك، وكان واضح انه لسه صغير وكمان مش لاقي ياكل لان الفلوس دفع نصها فكة. فبيدخل وبيقعد وهي بتشغل الساعة الرملية واللي بتحسب بيها كل جلساتها واللي بتمتد لمدة ساعة كاملة. دايما مع دكاترة النفس وخصوصا الناس اللي ما تعرضوش لعلم النفس خلال فترة حياتهم ما بيكونوش عارفين ازاي الدكاترة دول شغالين، يعني ازاي بكم سؤال عن الماضي بتاعي او شعوري يخلص حالة نفسية، لا وكمان يعرف يعالجها. وده السبب اللي خلى ناس كتير مننا لا تؤمن أساسا بالعلاج النفسي، وده كان الحل بالنسبة لفرانك، فما كانش عارف يقول إيه أو يبدأ منين. فسوزان هي اللي بتبدأ بالسؤال: إيه اللي خلاه يجي هنا من أصله، أو إيه الحاجة اللي كانت في باله لما فكر إنه عايز يجي. فبياخد نفس كده وبيسكت شوية وبيقول لها: أنا عايز أموت. فالطبيعي إنها تسأله إن كان حاول يقتل نفسه ولا لأ، فكان جوابه إنه حاول يقتل نفسه كذا مرة لكن معرفش وبعدها وقف. أغلب الناس اللي حاولت تنتحر وبعدها وقفت المحاولة كانت بسبب الخوف، سواء الخوف من الموت أو الخوف من المجهول، لكن بالنسبة لفرانك ما كانش خايف وإنما كان شايف إن موته مش كفاية. طب ليه مش كفاية؟ بيقول إن المنتحرين دايما الناس بتفتكرهم وكمان بتفتكرهم على إنهم ضعفاء، لكن هو مش عايز يوصل للمرحلة دي، هو عايز يمشي من غير ما حد يفتكره، عايز يحس أو الناس تحس إنه ما كانش موجود أساسا. طب ليه يا عمي مارك؟ فبيقول إن بعض الأرواح ما ينفعش تعيش أو حتى تتولد. نسيب الجزئية دي ونروح لحتة تانية. الاتنين بيتكلموا عن الوظائف خصوصا وظيفة فرانك، وبنعرف إنه شغال عامل بناء مش أكتر، وإنه حوش 3 شهور عشان يعرف يدفع تمن الجلسة دي. وكعادة ناس كتير كان فاكر إن الأغلى هو الأحسن، لكن الوضع ده لا يسري على كل حاجة خصوصا الأطباء النفسيين، لأن في دكتور رخيص ممكن ينفعك ودكتور تاني لا، وهو ده اللي سوزان حاولت تشرحه. لكن دماغ الواد كانت ناشفة شوية وهو بيستغرب من الكلام ده لأنها حتى ما تعرفش عنده إيه، عشان
عشان تقول إنها مش هتعرف تعالجه أو لأ، وهي بتقول له كلامك سليم، وبتكمل وبتقول إيه رأيك نتكلم عليه بقى؟ فبيقول لها والله يا ستي أنا عايزة أختفي ولا أكني كنت موجودة على الدنيا دي. فبتحس بحاجة غلط فيه، وإنه قرف الطب النفسي كتير، والمريض اللي يعرف كتير عن الطب النفسي بيبقى أصعب من غيره لأنه بيعرف يخبي المشكلة الحقيقية سواء بقصد أو من غيره. فهنا بتقول له في وشه إنها مش هتقدر تعالجه، وهو كان فاكر إنها بتقول كده عشان بعض الناس لا يمكن إصلاحهم. وعلى رأي الكاتب الكبير اللي مش فاكرة اسمه لما قال بعد 2 من علاج الاكتئاب الدكتور النفسي قال لي العلاج مش للكل. فصاحبنا فرانك خد الكلام ده على نفسه، وبيشبه الموضوع إن الإنسان له فترة صلاحية زي العربية البايظة، لكن هي بتقول له لا. فبيستغرب أكتر هي ليه مش راضية تساعده، ومرة واحدة بيسألها أنت ما عندكيش بنت يعني؟ فبتستغرب عرف منين، لكن صورتها كانت على المكتب وراها. هنا بيسألها إن كانت عندها حاجة أغلى من البنت دي، لكن طبعا ما فيش حاجة أغلى عند الأم من أولادها. وبتقول له إنها عارفة شعور انعدام المعنى اللي بيجي للشباب في العشرينات. ساعتها هو بيبدأ يشرح ويفصل أكتر رغبته في عدم الوجود، واللي كان ماشي فيها بمبدأ كله رايح ومفيش حد بيكسب. وهنا سألته طب عشان تحس إنك كسبان عايز إيه؟ فبيقول لها حب أبويا وأمي، لكن للأسف ما كانوش موجودين دلوقتي، وده مش مهم عشان إن الواحد يكبر من غير حب، فده معناه إن الحياة هتكون عاملة زي النزول الأبدي لأعماق الوحدة اللي ملهاش نهاية من غير أي إيد تمسكه. وهي طبعا بتقف على الجملة دي، ولو مش واخد بالك من الجملة فارجع عيد الفيديو من الأول لو سمحت. المهم إنها بتفوق من التفكير الطويل بتاعها ده على فرانك وهو بيسألها على حمام، فبتقول له بره في الطرقة، وهو بياخد بعضه وبيطلع. ولما بيمشي سوزان بتاخد بالها من ورقة غريبة في الجاكيت اللي كان سايبه على الكرسي، ولما بتمسكها وبتلاقي عليها لوجو لأحد الأماكن بتخاف، ومش هعرف أقول إيه المكان ده عشان ما احرقش متعة الفيلم. المهم إنها بتحاول تكلم جوزها في ساعتها عشان تقول له إن في حاجة غلط، لكن جوزها كان قافل التليفون. وساعتها فرانك بيدخل وهي بتقول له إنها لازم تمشي فورا عشان في مشكلة حصلت مع بنتها، وهو بيستغرب لأنهم لسه في الأول. فبتقول له نحدد ميعاد الأسبوع الجاي، فبيقول لها لا. طب خد فلوسك، لا برضه أنا عايز الساعة تبعي يا هانم. فهي بتقول له والله يا باشا أنا عايزة أمشي، فبيرفض تاني. وهنا بتقول له إنها مش حاسة بالأمان خالص، وبتسأله اسمها بيعمل إيه على الورقة اللي موجودة معاه، وبتقعد تاني تقول له إنها عايزة تمشي، وبتبدأ تنادي على المساعدة بتاعتها، لكن مفيش حد بيرد، وهو كل شوية يقول لها إنه هياخد النص ساعة الباقية بتاعته مهما حصل، وبيقول لها في الآخر إن المساعدة ما عادتش موجودة. هنا بتروح تدور عليها لكن ما كانتش موجودة، والباب الرئيسي مقفول. فرانك بقى بيجري عليها وبيحاول يكتفها، وبيعرف يكتف بقها بس، لكن هي بتفلت منه وبتطلع جري على الحمام وبتقفل عليها، وبتلاقي هناك المساعدة ورقبتها طايرة. وطبعا فرانك بيدخل عليها وبنلاقيهم في المكتب مرة تانية. مش محتاجة أقول إن ده هو نفس الشخص اللي قتل الست الحامل، وسوزان كانت فاكرة إنه هيقتلها، فبتقول له إنها مش حامل لأن القتلة المتسللين عادة ما بيقتلوش أي حد مش شبه النمط بتاع الضحايا بتاعتهم. لكن الموضوع كان أكبر من كده بكتير عند فرانك، فبتعرف إنها هتموت خلاص، بس بيقول لها بصي يا حاجة أنا والله هديك النص ساعة الباقية في الجلسة، عرفتي تعالجيني هسيبك تعيشي، ما كانش فمع السلامة بقى. ساعتها بتاخد بالها من جارها وهو لسه في المكتب، فبتقول له بس وبتخليه يفك ايديها، لكن في المقابل بيربط رجليها عشان ما تروحش في اي حته. وبتبدا بالاسم اللي الناس بتقوله على المجرم ده، وهو قاتل الاجنه. لكن فرانك كان مستعجب الاسم ده عشان بيرخص القتل اللي بيعمله قوي. هو في الحقيقه ما كانش شايف انه بياخد اي حاجه، وانما بيدي، وكان شايف انه بيديهم الحريه، حريه الاختفاء، الحاجه الوحيده اللي عايزها ومش عارف ياخدها لما قتلهم. فكده انتشلهم من حياتهم البائسه اللي مليانه ديون وغلطات وذنوب، وحرفيا ملهاش اي 30 لازمه. لكن والاهم العامل الأكبر والأهم اللي خلاه يختار الستات دي هي عشان يحرر الأجنة بتاعتهم من العيشة المهببة والألم المستمر اللي كانوا هيختبروه على مدار حياتهم. وكده كده هل أصلا ينفع تقتل حاجة ما اتولدتش؟ ما الستات بتجهض كل يوم، لكن هو مع ذلك برضه قاتل. وسوزان بتقول له كمان إنها لسه مش فاهمة حررهم من إيه، فبيعيد تاني إنه بيحررهم من الحياة المستحيلة، وبيستهجن تاني لفظ قاتل، وبيدي مثال الجنود في الحرب، ما هم بيقتلوا أطفال وستات وبيعتبروا مجازا، لكن على رأي سوزان ده قرار جماعي. لكن في أي منطق القتل الجماعي أكتر عدالة من القتل الفردي؟ ساعتها سوزان بتسأله عن أول جريمة له، فطبعا بيضحك كده وبيسألها عايزة تعرفي إيه عنها، فبترد عليه إنه ينام على الكنبة اللي جنبها ويغمض عينيه عشان يفتكر بشكل أحسن. فبينام وبيغمض عينيه بعد تردد وبيبدأ يحكي، وهي بتنتهز الفرصة وبتكتب استغاثة على الدفتر اللي معاها، وبتركز عليه الكشاف اللي جنبها علشان جارها يشوف اللي بيحصل. لكن
وكان بيقفل المكتب خلاص وبياخد بعضه وبيمشي. فرانك بقى بيبدأ يحكي. فرانك بيقول إنه اتحط في الطريق ده لما كان صغير وكان أحسن كتير من غيره عشان يعرف يتعلم من غلطاته، وهنتكلم على النقطة دي دلوقتي. أول جريمة ليه يا شباب كانت أبوه وأمه. بيقول إنه في مرة كان قاعد في العربية وشاف أبوه طالع من غير نص هدومه سكران، وأمه هي كمان كانت نص سكرانة وكانوا اتطردوا من البار. فهم الاتنين دخلوا العربية وقعدوا على الكرسي اللي ورا، وساعتها فرانك خد باله من رفعة بشوكتين مش عارف بيسموها ايه الحقيقة، بس شكلها معروف زي ما انتوا شايفين. وساعتها الفكرة جت في دماغه، كل حديدة متركزة على دماغ أبوه وأمه، فشد فرامل اليد وزق العربية زقة خفيفة وهي نزلت من المنحدر وبس أهله ماتوا. طبعا الشرطة كانت مشتبهة في وقوع جريمة، وهنا فرانك اتعلم حاجتين فضل معاه لباقي عمره، والاتنين دول عرفهم من الضباط هناك. عرف من الشرطة ان الشرطة عرفت ان الولد هو اللي سحب الفرامل، يعني اتعلم انه عمل غلطات المبتدئين، لكن من حسن الحظ انه عرفهم بدري قوي. اغلب الناس لما بتقتل عشان سرقة شرف، حب، ودايما بيكونوا بالغين فبيتم محاكمتهم فبياخدوا العقاب، لكن فرانك في الوقت ده كان صغير قوي عشان يتحاكم، فعرف يتعلم ومع الوقت ممكن يبقى احسن من الشرطة نفسها. والحاجة التانية اللي عرفها هي انه كان متبني، يعني اللي قتلهم دول ما كانوش اهله بالدم. هنا طبعا في مشكلة عند فرانك، وكان في سؤال برضو اللي هيجي لأي حد في مكانه، وهو ليه أمه الحقيقية اتخلت عنه. والمشكلة كانت إن المكتب بتاع الأبوة والقرابة وكده ما كانش بيدي أي معلومات غير لما تتم 18 سنة. فلما تم 18 سنة راح للمكتب وعرف أمه شغالة فين، وفضل ماشي وراها طول اليوم، وفي النهاية وصل معاها لحد مكتبها. ولما كانت قاعدة في المكتبة فكر في نفسه هيقول لها إيه، وسوزان هنا بدأت تستغرب الكلام أكتر. هنا فرانك بيقوم وبنعرف إن أم فرانك الحقيقية هي سوزان. ولما طلعت من المكتبة سألها إن كانت تسمح بدقيقة، لكن قالت له إن يومها كان وحش وخدت بعضها ومشيت. وساعتها بتفتح الورقة اللي في إيديها واللي كانت في الجاكيت بتاعه، وكانت الورقة اللي مضت عليها عشان تعرض ابنها للتبني. طبعا قالت له إن لو كان قال حاجة كانت هتقف وتسمعه، لكن هو طنش الكلام ده وقال لها بعدها لقيت غفير وده أبوه الحقيقي تقريبا، وبيقول لها إزاي قتله وإزاي مسح آثار غفير الحقيقية وعاملها على أساس إنه اللي مات. وساعتها شاف حاجة محدش ممكن يشوفها أبدا، وهي جنازته الخاصة واللي محدش خالص حضرها. فبتحاول تقول له ساعتها إنهم قالوا لها إنهم هيدوا العيلة حلوة، لكن بيضحك نص ضحكة كده وبيقول لها يا حاجة أنت لو اشتريت عربية مستعملة بتجربها كتير عشان تعرفي إن كانت كويسة ولا لا، أو لو اشتريتي بيت بتتفرجي عليه 10-15 مرة لحد ما تقرري هتشتريه ولا لا، أما ابنك تسمعي كلام الناس وإنهم هيدوه لعيلة حلوة. بعدها بقى بيسألها إمتى عرضته للتبني، لكن هي ما كانتش فاكرة، فقال لها تقولي اللي فاكراه. فبنعرف إنها ولدته وهي عندها 16 سنة، وفي مرة أهلها قالوا لها إنهم مش عايزينها في البيت مع الولد، فاضطرت تعرضه للتبني عشان تاخد حبه وقبول أمها، لكن في النهاية ما عرفتش تاخده برضه، وعمرها ما كانتش هتاخده وفهمت ده متأخر. وبعدها بيبدأ يتكلم عن حسبة أو معضلة بسيطة زي واحد قتل 20 طفل وفي الآخر اتحكم عليه بمؤبد واحد. فهنا تحس إنهم أهملوا واحد منهم 19 حق، ففين حق ال19 التانيين؟ وواحد زيه دلوقتي بقى قاتل، فهل هو ذنبه إن قاتل ولا هو ذنب الأم اللي رمته في الشارع وعرضته للتبني؟ هل الابن كان عنده خيار إنه يطلع أي حاجة هو عايزها، ولا الطريق مرسوم له من الأول عشان يطلع قاتل ويوصل للمرحلة اللي هو فيها دلوقتي؟ إيه نصيب أو جزات الستات اللي فرانك قتلهم؟ أي نعم هو اللي استعمل السلاح، لكن اللي ولد سلسلة الأحداث عشان فرانك يستعمل السلاح هي سوزان. فمين المجرم فيهم هنا؟ ساعتها هي بتنتهز الفرصة عشان تمسك الساعة الرملية وعلى دماغه أخيرا، وبتحاول تهرب وتطلب المساعدة، لكن بيمسكها وبيفتح لها فيديو وبيوريها بنتها وبيعرفها إنه خطفها خلاص، وبعدها بيستعمل المخدر عليها. ولما بتصحى بتلاقي نفسها في كوخ في منطقة منعزلة. طبعا أول حاجة بتسأله عن بنتها، فبيطمنها إنها عايشة، وبياخد سكينة وبيرميها في قلب الفرن اللي بيدفي المكان، وبياخد فاس وبيطلع علشان يقتل أخته، وهي بتصوت وبتقوم وما كانتش مربوطة، وبتفتح الفرن وبتاخد السكينة وبتجري وراهم. فبتلاقيهم هما الاتنين على حافة تحتها بحر، فطبعا بتطعن مارك من غير أي تفكير، لكن ساعتها بنلاقي إنه ما خطفش أخته ولا حاجة، وإنما ده كان الجاكيت بتاعها مش أكتر وكان مليان قش. فبيقول لها تبص على تحت وإن ده النسيان اللي هو كان عايزه، وكأنه ما كانش موجود من أساسه، وطبعا بيقع وبيموت. وبنشوفها بعد كده عند الشرطة علشان تقول لهم على اللي حصل، لكن اللي حصل بقى كان بلوت تويست عنب. بنعرف إنها فضلت مع الشرطة كتير. ليه؟ عشان الهانم كانت هي المشتبه فيها في كل جرائم القتل اللي حصلت للستات الحوامل، وإنهم كمان لقوا بصماتها في أماكن كتير من مسارح الجريمة، وكمان لقوا الدم بتاعها في واحد منهم. والجملة اللي اتكتبت على الجدران هي الجملة اللي
اتكتبت في اليوميات بتاعتها، فبتحاول تشرح تاني كل اللي حصل، وإن فرانك اللي هو المجرم اللي هو ابنها برضه وقع من على الحافة. لكن الشرطي بيستغرب لأن الحافة دي محدش هيلاقي أي حد وقع من عليها، وكمان الأغرب إن الأرض اللي كان عليها الكوخ واللي فيه أجنة الستات اللي اتقتلوا كانت مكتوبة باسمها. وساعتها بتفتكر كلام فرانك وإزاي لما تتعلم من سن صغير هتعرف تتفوق على الشرطة نفسها. وبنشوف إزاي فرانك عمل كل ده، وبتفتكر كلامه أو التساؤل بتاعه عن مين المجرم الحقيقي، هل هو اللي حرض على الجريمة ولا مرتكبها، وبتقف قدام القاضي وبيسألها هل هي مذنبة ولا لا، وساعتها تتر النهاية بيظهر. وبس كده وسلام. بس كده.